تعالوا نعمل مع بعض احلى جاتو شاتو بالجمال ده. كوبايه دقيق واحده بس عملت الروعه دي، وزوقته بالعنب بقى، ولا جبت كريز ولا اي حاجه، باللي موجود زوقته. تعالوا نشوف عملناه ازاي. مقادير الجاتو شاتو: عندي هنا بيضتين، بس في بيضه طلعت بصفارين، وحطيت على البيض معلقه كبيره من الخل، وكيس فانيليا، نص كوبايه من الكاكاو الخام، كوبايه من الزيت، كوبايه سكر، كوبايه دقيق، معلقه صغيره من نسكافيه، كيس بيكنج باودر. اول حاجه خالص هجيب الخلاط وكوبايه لبن، طبعا نسيتها عشان بسخنها. اول حاجه خالص هضرب كوبايه السكر، ضربت كده السكر وبقى سكر بودر، هقوم نازله بالكاكاو والزيت واللبن الدافي، بدفي اللبن علشان الصوص بتاعي يبقى لونه داكن. لو ما سخنتيش اللبن الصوص مش هيبقى داكن معاكي كده. عشان بقى الصوص يبقى طعمه حلو بقى وغني كده، هقوم نازله معلقه نسكافيه. بصوا بقى الصوص بتاعي بقى عامل ازاي. هشيل بقى كوبايه من الصوص ده في التلاجة علشان التزيين. بصوا ما شاء الله عليه، وريحه معلقه النسكافيه بقى خربت الدنيا، تحفه. هجيب بقى البيضتين ومعلقه الخل وكيس الفانيليا وانزل بيهم كده، وكوبايه الدقيق وكيس البيكنج باودر، كله في الخلاط. كيس البيكنج باودر او كيس كيك شيف، وكوبايه دقيق هرميه كده، واضرب كل الكلام ده في الخلاط. كده خلص معايا الجاتو. بطنت بقى صينيه بالسمنه والدقيق بالشكل ده كده، وانزل بقى بالخليط بتاعي، وعملته في صينيه مدوره ومسخنه فرني، وهحطه في الرف اللي في النص على 180. هدخل بقى الصينيه تقعد تلت ساعه في الفرن، وبعدين اوريكم النتيجه. خرجت من الفرن، قعدت تلت ساعه بالظبط وخرجت بالجمال ده. اسيبها بقى تبرد وبعدين ازوقها. الكيك كده خلاص برد. جبت بقى الصوص كده من التلاجة ماسك نفسه، هقلبه بس شويه. انزل بقى بيه كده واوزعه على الكيكه. بصوا بقى الجمال، غلفتها كمان من الجناب كده بصوص الشوكولاته. احطها بقى في التلاجة وتتقدم بارده.